مناسبات العريضة الشعبية اللي احنا كفعالية المجتمع المدني المتكونة من الإخوة الحاضرين معنا. غادي نطلعوا الرأي العام الوطني وأيضا الدولي في خصوص هذه الخطوة الديمقراطية اللي احنا كلجنة مجتمعية تمثل المجتمع المدني خدينا على عاتقنا على أننا بحول الله تعالى أننا نخطيوها ونمشيو نسلكوها بسم الله مجراها ومرساها. غنفتتحوا بمشيئة الله تعالى هذه الندوة الصحفية، وغادي نعطي الكلمة للأخ الأستاذ حسن المولوع مدير نشر جريدة الأنباء بوست الحاضر معنا من مدينة الدار البيضاء، وأيضا معنا السي عبد الملك المبروكي من مدينة فاس المناضل الحقوقي والناشط الإعلامي حضر معنا من مدينة فاس. ونفتتحوا إن شاء الله أشغال الندوة مع السي حسن المولوع اللي غادي يتفضل ويعطي الكلمة ديالو في أشغال الندوة. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة، يطيب لي في البداية أن أتوجه باسم اللجنة المنظمة المتألفة من عبد ربه حسن المولوع، الأستاذ فيصل أمرزوق محامي بهيئة الرباط، الأستاذ عبد الملك مبروكي من مدينة فاس حقوقي وناشط إعلامي، بتحية التقدير وإجلال لكل الزميلات والزملاء الذين لبوا دعوتنا في هذا اللقاء. جئتم استجابة لنداء المسؤولية المهنية، وها نحن اليوم نستغل هذه المناسبة التي تتزامن مع اليوم الوطني للإعلام لنتخذ من هذه المنصة منبرا لكشف حال الجسم الصحفي الوطني الذي أصبح رهينة محاولات مستمرة لإبقائه ضعيفا وهشا. لقد بلغ الأمر ذروته حين قرر السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي متابعة الصحفي حميد المهدوي وفق أحكام القانون الجنائي متجاهلا قانون الصحافة والنشر ليزج به في السجن بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية قاسية. هذه الواقعة زادت من قلق الصحفيين الذين بالكاد تنفسوا بصيص أمل بعد الرسالة الملكية السامية التي حملت العفو عن الصحفيين في عيد العرش المجيد، لكن سرعان ما أجهضت هذه الآمال بمتابعة جديدة تعكس حقيقة المشهد القائم وتجعل من الصحافة ساحة مشتعلة بين الحق ووسائل القمع المتعددة. إننا هنا اليوم لنؤكد أن الصحافة الحرة التي تستمد قوتها من نبض الشعب وتلتزم بخدمة قضاياه ستظل صامدة مهما بلغت المحاولات لتكميم الأفواه وترهيب الصحفيين. حضرات السيدات والسادة، إن ديمقراطيتنا باتت حبرا على ورق، حيث وضعت حرية التعبير في إطار ضيق وسمح لنا بالكلام دون تفعيل آليات تستجيب لتطلعات الشعب. فالديمقراطية ليست شعارات ولا لقاءات باردة، بل هي التزام صادق من الدولة بكونها سلطة عادلة تترجم إرادة الأغلبية وتضمن حقوق الأقلية. وفي هذا الصدد فإننا نرفض رفضا باتا أن تظل أصواتنا رهينة قرار سياسي يجزئ ما نقوله ليختار منه ما يناسبه ويقمع ما لا يناسبه، ليجعل من الصحافة مجرد مسرحية لا ترتقي بالوطن. حضرات السيدات والسادة، إن هذه المناسبة تأتي لإعلان تقديم عريضة شعبية إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. هذه العريضة تحمل في طياتها صرخة شعبية صادقة
تطالب بالتدخل الملكي السامي لمحاسبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. لقد أصبح جليا أن بقاء هذا الوزير في منصبه يشكل خطرا على قيم العدالة وحقوق الشعب، ويمثل إساءة لصورة الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها. ففي عهده شهد المغرب تصاعدا غير مسبوق من الاحتقان نتيجة مواقف وقرارات لا تليق بمنصب يستدعي الرزانة والحكمة، إذ حول وزارة العدل التي كانت مقدسة في ذهنية المغاربة إلى منصة للإساءة إليهم وتجاهل طموحاتهم المشروعة للعدالة والمساواة. إننا عبر هذه العريضة الشعبية نناشد جلالة الملك حفظه الله بتدخل حاسم لمحاسبة هذا الوزير الذي أضحت تصريحاته أداة للمهانة وزعزعة الثقة في الدولة، وسياساته قائمة على العشوائية وتحمل إساءة جسيمة لكل مغربي يؤمن بالعدالة. حضرات السيدات والسادة، فلتكن هذه العريضة صرخة نتوجه بها إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فاستمرار هذا الوزير في منصبه إهانة لمبدأ العدالة واستخفاف بآمال شعب يؤمن أن العدالة هي الركيزة الأولى لكل دولة تحفظ حقوق مواطنيها وتصون كرامتهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الإخوان والأخوات الأفاضل، بالمناسبة احنا الإخوان والأخوات في إطار تخليد اليوم الوطني للصحافة والإعلام. فالإخوان والأخوات، هاد الندوة هذه كننظموها احنا جميع من أجل الإعلان عن إطلاق العريضة الشعبية اللي من خلالها نناشد السدة العالية بالله أمير المؤمنين ملك البلاد محمد السادس حفظه الله ورعاه من أجل إنصافنا، من أجل إيصال صوت المغاربة إلى ملكهم الحبيب على شعبه الوفي. إذن الإخوان والأخوات، هذه العارضة الشعبية هي يعني واحد الجسر أو آصرة من أواصر التواصل ما بين الملك وشعبه الوفي. لأننا الإخوان والأخوات أنتم كتشوفوا جميع، كنشوفوا مدى الاستفزازات ومدى اللي وصلنا له احنا كمغاربة تجاه واحد الممارسة اللي هي بكل أسف ممارسة يندى لها الجبين، اللي هي تتسجل من طرف عضو حكومي ينتمي إلى الحكومة الحالية اللي هو السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي. فالإخوان والأخوات، فإحنا نعيد تأكيد على التشبث ديالنا بمؤسسات الدولة والدفاع على مؤسساتها، وأيضا الدفاع على الوثيقة الدستورية بما تضمنه من حقوق وحريات. فالإخوان، احنا المغرب يعني منذ الاستقلال مضينا في واحد المسار، يعني واحد المسار ديمقراطي، واحد تراكمات حقوقية اللي ركموها رجالات هاد البلاد في تناغم مع المؤسسة الملكية، لأن دائما الشعب المغربي والمؤسسة الملكية كانت دائما يد واحدة من أجل بناء المغرب القوي، انطلاقا من المحطة ديال الحصول ديالنا على الاستقلال، محطة المسيرة الخضراء، يعني جميع المحطات تنشوفوا داك التلاحم ما بين الملك والشعب. أيضا من خلال التتبع ديالنا الخطب الملكية والتوجيهات الصادرة عن جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو، كنقوموا بالقراءة ديال يعني واحد العديد ديال التعليمات اللي كتعطى، سواء ما يخص السلطة التشريعية
ولا أدل على ذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمناسبة الذكرى 60 لإحداث البرلمان من أجل إقرار وإحداث مدونة الأخلاقيات البرلمانية. علاش الخوت؟ لأن جلالة الملك لاحظ واحد السلوكات اللي ما تتناسبش ولا تصل إلى المستوى المنشود على مستوى البرلمانيين وممثلين الشعب. هذه مناسبة باش نوقفوا عند هذه المحطات. أيضا الإخوان والأخوات، الخطب الملكية سواء في إطار ذكرى عيد العرش المجيد أو في إطار الدورة الافتتاحية البرلمان اللي تكون في شهر أكتوبر، دائما كنشوفوا ملك البلاد يتوجه إلى الحكومة وتعطي التعليمات السامية من أجل خدمة المواطنين وتقريب الإضرار من المواطنين. والأكثر من ذلك أن جلالة الملك كانت عنده واحد الجرأة غير مسبوقة اللي كان توجه فيها الفاعل السياسي الحكومي وطرح تساؤل: لماذا المواطنين يتوجهون إلى ملك البلاد من أجل قضاء وحل مشاكلهم البسيطة وهو يعتز؟ شوف الخوت وهو يعتز بخدمة أبناء الشعب. يعني واحد العدد ديال الخطب الملكية اللي كانت فيها كان واحد العتاب، واحد النقد لاذع للحكومة والفاعل الحكومي. حنا ما غاديش يسعنا المطاف اننا نستعرضوا ذاك الخطب الملكيه كامله فيما يتعلق بالشق ديال السلطه التنفيذيه. ايضا فيما يخص السلطه القضائيه، جلاله الملك منذ اعتلائه العرش كان واحد المجموعه ديال الخطب الملكيه والتعليمات والتوجيهات من اجل الدعم والحفاظ على استقلاليه السلطه القضائيه بما يخدم دوله الحق والقانون وخدمه المواطنين والتاكيد على استقلاليه السلطه القضائيه. وهذاك الشيء اللي احنا عندنا في الوثيقه الدستوريه من خلال التاكيد على استقلاليه السلطه القضائيه واحداث المجلس الاعلى للسلطه القضائيه ومنع اي تاثير على القضاة بمناسبه البت في الملفات المعروضه عليهم. فيما يخص الخوت الاعلام والصحافه، وانتم في اطار تخليد اليوم ديالكم، كانت واحد الرساله ملكيه موجهه لاسره الاعلام والصحافه سنه 2002، رساله ملكيه. انا نهضر معكم الخوت، ماشي كلام ديال وهبي، هذا ليس كلام عبد اللطيف وهبي اللي هو عضو في الحكومه وزير العدل ويصرح على هواه. انا كنهضر معكم، انا ناقل لخطب الساميه والرسائل الملكيه ديال جلاله الملك، اعلى سلطه في البلاد، امير المؤمنين، ملك البلاد، اعلى سلطه في البلاد، السلطه التي هي فوق السلطه بمقتضى الدستور. باش نحسموا في هذا الشيء، جلاله الملك راه كان عرب في الرساله الملكيه الموجهه الى اسره الصحافه والاعلام على الدور الاساسي اللي كتلعبوا الصحافه في خدمه الديمقراطيه، واعتبرها انها لا محيد عنها في البناء الديمقراطي، واننا احنا ماشي في اطار مهنه او حرفه، احنا في اطار واحد الضلع من اضلاع الديمقراطيه. هذا الكلام ديال سيدنا الله ينصرو، لاننا حنا باش نوضحوا لكم الاخوان والاخوات ونوضحوا للشعب المغربي راه ماشي وهبي اللي تيحكم في البلاد، كاين جلاله الملك الله ينصرو باش نوضحوا الامور. وحتى حد ما يخاف من عبد اللطيف وهبي، حتى حد ما يخاف، ما دمنا عندنا قائد البلاد وملك البلاد اللي هو جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو. وانا افتخر ونعتز اننا عندنا الملكيه وعندنا القصر الملكي، والاكثر من ذلك نعتبر محمد السادس هو نعمه من الله على هذا البلد الامين ونعمه من الله للمغاربه. ندخلوا الاخوان الشق الديني. الشق الديني الخوت، احنا في كل موسم من مواسم الحج تنشوفوا الرساله الملكيه اللي جلاله الملك الله ينصرو تيوجهها للحجاج وتيعطي فيها واحد المجموعه ديال التوجيهات في اطار اماره المؤمنين وفي اطار الحفاظ على الوحده الوطنيه. بمعنى الخوت هذا مجال محفوظ لجلاله الملك. وايضا جلاله الملك كاين واحد المجموعه ديال الرسائل الملكيه اللي هي تعنى بالشان الديني، وبالتالي حتى حد ما عنده الحق على انه يفتي او يتدخل او يعطي الراي ديالو في امور لا تخصه.
حنا ملي كنجيو الخوت، حنا علاش كنديروا لكم هذا الاستعراض هذا؟ لاننا حنا الخوت ماشي كنديروا استعراض عبثي. هذا الاستعراض الاخوان والاخوات هو جا في واحد الاطار اللي هو موضوع العارضه المرفوعه للسده العاليه بالله جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، اللي كنستعرضوا فيها شنو خاصو يتعمل، لا على مستوى البرلمان، لا على مستوى الحكومه، لا على مستوى السلطه القضائيه، لا على مستوى الصحافه، ايضا فيما يتعلق بالشان الديني اللي هو واحد الميدان محفوظ ومحصور لجلاله الملك في اطار اماره المؤمنين، وبالتالي لا وهبي لا غير وهبي عنده الحق يتدخل في الامن الروحي وعقيده المغاربه. حنا عندنا امير المؤمنين او التطاول. حنا ملي تنجيو نشوفوا الاخوان كنشوفوا حنا هاد المسائل هذه هي اللي نشكيها الى عاهل البلاد. تنشكيو الممارسات الصادره عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لاننا الخوت تنشوفوا تعبير عن عدم الرضا المجتمعي على هذا الوزير بالذات عبد اللطيف وهبي، ولكن الرجل ما تيسمعش النبض ديال الشارع، ما تيسمعش الصحافه، يعني ما تتناقله من صوت الشعب. انا كنهضر على الصحافه الحره اللي نتوما كتجسدوها، ما تهضرش على الصحافه المواليه للثلاثي الحكومي، ولكن كنهضر على الصحافه الحره المستقله اللي كتنقل صوت الشعب. ولكن هو شنو باش ولا كيواجه انه بتقديم شكايات في مواجهه الصحافه الحره، شكايات لا يعني لا يخجل من استعراضها. الرجل ولينا الاخوان والاخوات ولينا في اطار استعراض القوه من طرف عبد اللطيف وهبي. الرجل اصبح يستعرض عضلاته وقوته والسلطه ديالو والعجرفه السلطويه في مواجهه ابناء الشعب المغربي. حنا الشعب المغربي رعايا صاحب الجلاله، وهذا الرجل هذا ادى قسم على انه خاصو يخدم المغاربه، وادى القسم بين يدي جلاله الملك الله ينصرو على انه يخدم المغاربه ويكون ذاك الوسيله ديال تقديم الخدمات ليس لتقديم الشكايات. دابا حنا غنسالوا هل هو وزير للعدل او وزير الشكايات؟ هذا هو دابا التساؤل. ملي كنشوفوا الخوت دابا القضيه المثاره حاليا القضيه ديال حميد المهداوي قبل من القضيه ديال رضا الطوجني، هذا الخوت هو الموضوع ديال قضايا الصحافه، موضوع هذه العريضه هذه. ايضا التطاول المسجل في حق هذا الوزير اللي هو عبد اللطيف وهبي فيما يخص الرسول الكريم وفيما يخص السنه النبويه والاحاديث النبويه الشريفه، واللي جلاله الملك باعتباره سبط الرسول الكريم راه لا يتوانى في الدفاع عن الامن الروحي والدين الاسلامي دين الدوله بمقتضى اللي هو بمقتضى الوثيقه الدستوريه. اذا الخوت حنا هذه عريضه تتضمن التماس اعفاء واقاله ومحاسبه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. هذه عريضه في اطار الممارسه الديمقراطيه الخوت، في اطار الممارسه الديمقراطيه وتنفيذا منا للتعليمات ديال صاحب الجلاله، لانه دائما صاحب الجلاله يؤكد قربه لشعبه الوفي. والاكثر من ذلك خوت، لان ملي تنبداو نهضروا تندخلوا شي امور اللي هي حميميه تتربطنا مع جلاله الملك. واحد الجمله من خطاب جلاله الملك، اسمعوا الخوت: سأواصل إلى آخر رمق لهذه الغاية، فما تعيشونه يهمني وما يمكن أن يمسكم يمسني. شوفوا الكلام النبيل ديال جلالة الملك. في الوقت اللي ملي كنشوفوا حنا وزير ديال العدل تيخرج وتيدير عمل الشكايات ويفتخر بالشكايات ديالو وتيطالب الصحافة بمليار وتيقول لك هو كرامته اغلى من المليار. شوفوا كلام النبلاء وشوفوا الكلام ديال واحد الفاعل حكومي اللي جاء من خلال الانتخابات. وهذا موضوع اخر، لانه الله يسامح للمغاربه اللي تيمشيو يصوتوا
مقابل 200 درهم، والله يسامح المغاربه اللي ما تيصوتوش، والله يسامح الناس المغاربه اللي هما عندهم استهتار بالعمليه الانتخابيه. لان كون كان عندنا الوعي الخوت بالاهميه ديال هذه الانتخابات ما كناش غنلقاو راسنا واحد الحكومه يتواجد فيها واحد الرجل اسمه عبد اللطيف وهبي ونعيشوا الازمات اللي كنعيشوها بسبب هذا الرجل. اذا الخوت هذا بكل اختصار موضوع هذه العريضه. فيما يخص هذه العريضه انتم كتشوفوا الاخوان، هذه النسخه الورقيه اللي هي متاحه غتكون عند الاخوان كاملين اللي اعضاء اللجنه، يعني متاحه لجميع المغربيات. وتحيه للمراه المغربيه والام المغربيه بالمناسبه اللي سبق لهذا الوزير هذا ايضا تطاول على شرف المراه المغربيه وعلى الام المغربيه مني كان قال داك الجمله ديالو الخطيره الخوت، واللي هادشي ما خاصوش يدوز. لاننا الخوت حنا ما يمكن الخوت راه ما يمكن ليناش حنا، ما يمكنناش حنا كشعب كمغاربه تدوز عندنا واحد الامور خطيره. يجي واحد الرجل اللي هو فاعل حكومي ويقول الا جينا نعملوا لا دي ان في هادشي فيما يتعلق بالنسب غيولي المغربي غادي وتابعينه 20. واش الخوت نتوما ولاد الزينه؟ واش الامهات والام المغربيه والمراه المغربيه هي عاهره؟ باش نكونوا واضحين الخوت، واش هادشي يدوز؟ اين هي الجمعيات النسائيه؟ ولكن الخوت دابا حنا للاسف تنعيشوا في واحد العهد اللي هو ديال التحالف الثلاثي اللي هي عندها الاغلبيه في الحكومه. انتم كتشوفوا المشهد الخوت، المشهد الاعلامي خير مثال على ذلك. صحفي في ازمه ترك في مواجهه وزير العدل، يعني ما شفناش داك الجسم الصحفي، داك القوه ديال الاعلام. علاش؟ لان الخوت ملي تنجيو نشوفوا عاوتاني الميدان الصحفي راه كنعرفوا ما يحدث في الميدان الصحفي وعلاقته بالثلاثي الحكومي. الخوت باش نرجعوا للسياق ديالنا، قلنا كان واحد الاعتداء على شرف المراه المغربيه، وهذه مناسبه للمراه المغربيه والام المغربيه، لان هذه العارضه الاخوان والاخوات هي ايضا تنبلغوا لجلاله الملك الافعال الصادره عن هذا الرجل اللي تيمس بالمراه وتيمس بكرامه المراه، اللي جلاله الملك الله ينصرو منذ اعتدائه العرش وهو يهتم بالمراه، ولا ادل على ذلك مدونه الاسره اللي هي من اجل الدفاع عن حقوق المراه. تيجي وزير العدل عبد اللطيف وهبي وبصفته الحكوميه ويقول ما يقوله في حق المراه المغربيه وفي شرف جميع المغاربه. لان المراه المغربيه اذا كانت غادي يكون الراجل غادي يتابعنا 20 بيعنا نحن ابناء زينه، ونحن لا نرضى لانفسنا نعت بابناء زينه، ولا نرضى لانفسنا ان امهاتنا وابناتنا والمراه المغربيه الشريفه العفيفه الطاهره تنعت ان الرجل غادي يتابعنا 20. حنا مملكه اللي هو تيقول المملكه ديال 12 القرن، حاشا المملكه ديال 12 القرن تكون هكذا. ولذلك الاخوان والاخوات حنا هادشي مضمن في هذه العارضه الى غيرها من الخروقات المزجه في حق هذا الوزير. غيرها الخوت راه كاينه 13 نقطه الخوت. العارضه تتشكل من 9 صفحات الخوت، 9 صفحات. هذه العارضه مشكله عارضه مفصله، ولكن ماشي مفصله الاخوان بمعنى مفصله بجميع ما صدر من طرف هذا الوزير. ان جينا نذكروا جميع ما صدر ما غنساليوش، غادي خاصنا الالاف ديال الصفحات والاوراق، ولكن حاولنا اجمال ما يمكن اجماله في هذه العريضه. اعتداء على الدين الاسلامي، على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عبد اللطيف وهبي اعتدى على الرسول الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوه الى جميع المسلمين ماشي غير في المغرب، جميع مسلمي العالم للوقوف وقفه رجل كما حدث في الرسومات الكاريكاتيريه المسيئه الى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا، والدين المحمي بمقتضى الوثيقه الدستوريه، لان الاسلام دين الدوله. اعتدى على شرف المراه المغربيه، اعتدى على شرف المغاربه، اعتدى على القانون، اعتدى على الصحافه، اعتدى على حريه الراي، حريه التعبير، وما زال الرجل ماضيا في غيه وما زال يتوعدنا. الخوت الى ما جيناش نلجؤوا جلاله الملك الله ينصرو، الى من سنلجا؟ هذا هو السؤال. الى من سنلجا؟ عندنا جلاله الملك ولي الله في ارضه، هو اللي غادي نطرقوا بابه باش ينصفنا
كيف ما جلالة الملك كان في مناسبات سابقة اتخذ قرارات اللي ترتب على إعفاء مسؤولين حكوميين الخوت. حنا قمنا بواحد الخطوة ديمقراطية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة اللي تطرق لها الوثيقة الدستورية. الإخوان والأخوات، هذه المسائل كاملة اللي حنايا كنتكلموا عليها هي عبارة عن ممارسة سياسية ديمقراطية سندها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 فيما يخص الديمقراطية التشاركية، فيما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما يخص الدفاع عن ثوابت المملكة والدفاع عن الحقوق والحريات بما فيها الدفاع عن الدين الإسلامي دين الدولة، وبما فيها الدفاع عن حرية الفكر وحرية الصحافة وحرية التعبير. ولنا أن نفتخر لأننا نحن ناس ديمقراطيين بدون خلفية سياسية، بدون خلفية إيديولوجية، مجتمع مدني نقول كفى لهذا الرجل اللي هو عبد اللطيف وهبي وما يتسبب فيه من مآسي وأزمات. إذا الخوت كيف ما قلنا العارضة هذه في نسخة ورقية، وأيضا كنبلغوا جميع الإخوان والأخوات المغاربة أن هناك نسخة إلكترونية متاحة لجميع المغاربة سواء مغاربة الداخل أو مغاربة الخارج، أي الجالية المغربية المقيمة في أمريكا، في أوروبا، في دول الخليج العربي. جميع المغاربة متاحة لهم العريضة ومتاحة لهم المشاركة في العريضة الشعبية التي نفتخر أننا سنوجهها إلى أب الروحي للمغاربة، إلى قائد البلاد، إلى جلالة الملك الإنسان حفظه الله ورعاه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.